الإخوان شكرا. المنضمين لنا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية اللي غادي تكون واحد دردشة مفتوحة وبسيطة مع رانيا، صاحبة قناة كتب رانيا، اللي كنظن أن الأغلبية تعرف عليها في حوارات مختلفة مع مجموعة ديال الأصوات الحرة ممكن نسميوها، أو الأصوات المتنورة، وكانوا لقاءاتها جد ناجحة وسلسة. اللي كتعجبني فيك رانيا هي السلاسة في لقاءاتك، وما كتحسش أنك في الاستماع ديال هذوك اللقاءات الكلاسيكية اللي متعود عليها مثلا في الإذاعات أو في القنوات اللي أصبحوا حتى البعض كيلبس داك الجلباب ديال ما يسمى بجلباب الأستاذ وجلباب الدكتور. يعني كتلاحظوا أن حتى الشباب ما تبقاش عندهم واحد الرغبة في الاستماع، يعني كيحسوا بالملل. أسلوب كرانيا كان جميل جدا وناجح جدا. أهلا مرحبا، تفضلي. شكرا سنة، شكرا بزاف على هذه المقدمة الجميلة وهذا المدح اللي أنا كنظنش أنني كنستاهلو ولكن على العموم شكرا بزاف. داكشي اللي كيوقع ملي كنحضروا مثلا بعد المحاضرات، بعد اللقاءات ديال الناس اللي كيكونوا مثلا اساتذه ودكاتره، كتلقى كتحس بواحد النوع من الملل، فهمتي؟ لان حتى في الطريقه ديال الهضره، الطريقه ديال الاجابه، انا كيوصلوني بزاف ديال شحال نقدروا نقولوا تعليقات اللي كيقول لك علاش كتضحك وانتينا كتعمل لقاء، علاش كتبتسم وانتينا كتعمل لقاء. كنقول لك علاش، واش خصني نخنزر انا في هذاك الشخص اللي جبته؟ والفوق اسلوب الجزيره اسلوب الجزيره والقناه العربيه والكوستيم والجديه تماما. انا ملي كنبتسم في وجه شي واحد كنبغي نحسسه بانه ما كاينه، يعني فحال اللي هو مثلا شي صديق لي ولا صديقه، وديجا هذوك الناس اللي انا مثلا غنجيبهم كنكون ديجا هضرت معاهم، ديجا تحاورت معاهم، ديجا اتفقت معاهم، يعني ماشي ما كنعرفهم شي في مره. سواء كيقول لك علاش كتضحك، علاش كتبتسم، كنقول من الابتسامه ديالي عندي مع اي واحد كاين ثمن. كان دكتور كتعجبني فيك واحد الطريقه اللي انا كنستعملها احيانا، ماشي بالضروري نوجدوا الاسئله، يعني من خلال الدردشه كتخلي الحوار هو كي يعني يصيفطك ولا كيخليك تستوحي بعض الانواع من الاسئله من خلال الحوار المفتوح، ماشي بالضروره داك الطريقه الكلاسيكيه ديال سؤال جواب اللي كانت متعوده. وكتعجبني هذه القضيه، وحتى انا كنت غنستعملها معك الصراحه، ما موجداش ما كيعجبنيش داك التوجد. كي دايره سناء؟ صافا. اهلا ايوب، مرحبا، تحياتي لك صديقي، اهلا ومرحبا، شكرا، سعيدين انت متواجد معنا. صافا بخير، الله يخليك. بقيتيني غنخرج انا نخلي معك رانيا تهلاي فيها. فين غادي 8 الليل هادي غيشدوك صاحبي؟ لا حبيتيش تحياتي لك ايوب، تحياتي. انا امسيه سعيده للجميع. شكرا. يا رانيا، بغيت نبدا معك بواحد السؤال نوعا ما هو يعني متعود، اللي هو بغيت نقول لك كيفاش بديتي القناه ديالك اول مره؟ شنو كان عندك الهدف من الفتح ديال القناه؟ أول مرة فتحت القناة دابا تقريبا عليه 4 سنين. كان الهدف الأول هو أنني نحفز بنادم على القراءة، على المطالعة، نقدر نفيد الناس اللي مثلا غيتفرجوا الفيديوهات ديالي ولو يكونوا قلالين بشنو الكتب اللي خصهم يقراو، شنو يقراو، يعني بحال غنكون واحد الموجهة في مجال القراءة أو في مجال المطالعة. ديك التوجيه البسيط بالنسبة يعني حسب المستوى ديالي وحسب التجربة ديالي الخاصة مع الكتب، فهمتي؟ ما كنتش صراحة كنبغي أن نناقش في الأول، ما كنتش كنبغي أني نناقش مواضيع وهذه، لأنني كنت تقدر تقول بأنني كنت خوفانة من هذيك الانتقاد ديال الناس، فهمتي؟ يعني بنادم غيبقى ينتقد ومن هذا الانتقاد الناس غادي نقول لك، يعني فاش تبدل التوجه ديال القناه، يعني كان في الاول واحد التوجه
كما ذكرتي لتشجيع القراءه، وكنتي كتجبدي واحد الكتاب وكتكلمي عليه، من بعد داكشي ولا واحد النوع من الاستضافه، يعني وليتي كتستضيفي واحد الناس اللي ممكن نسميوهم اشخاص بخطوط حمراء من هذا النوع في الوسط المغربي. كيفاش كنتي تتلقاي مثلا ردود الافعال ديال الوسط اللي كتنتمي ليه، سواء في الاسره او في الشارع او في المهم العمل ديالك ولا في الدراسه ديالك؟ كيفاش كنتي كتلقاي ردود الفعل ديال هاد الناس او ردود افعالهم، خصوصا فاش نوستيك، وفاء سلطان، دونك فهمتي يعني واحد الاشخاص من الوزن الثقيل في المجتمع المغربي؟ اول مره انا ملي بدلت التوجه القناه بدلته بنصائح من ايوب كان قام لي شاف لي القناه ديالي اول مره تعرفت عليه، قال لي زعما انت راني قادره انك تعطي اكثر، يعني ابطل انك تناقش كتب، تقدر تناقش مواضيع وتدخل فيهم كتبه ودراسات، تقدر تستضيف ناس. ولا طيح لي الفكره اول مره. انا بقيت قلت له، قال لي انت ما عندك زعما مشكل في انك تهضر مع شي واحد، كنهضر بطلاقه مع اي شخص كيف ما كان، يعني عندي واحد التلقائيه في الهضره، لا بالدارجه ولا بالفصحى لا بالانجليزي، يعني باي كان ما كنخاف ما كنستريسا. ديك الساعه دخلت لي الفكره. اول فيديو كنت عملته في هذا الصدد هو قراءه ولا ملخص ولا مراجعه لكتاب دنوستيك اللي كان هو الثاني، حوار مع المسلم اللي ساكن فيه، حوار مع كافر مغربي. وي لا ماشي كافي المغربي عملته هو الثاني. اول واحد بديت انا بحوار مع المسلم اللي ساكن فيه، عاد عملت مراجعه لكتاب كافي المغربي. طرقتي اكثر للكتاب، كنتي طرقتي للكتاب يعني على حسب ما قلت، كنتي طرقتي للمحتوى ديال الكتاب. وي تماما. انا هذاك الفيديو ما كنتش كنعرف انا اصلا نوستيك صراحه، عمري سمعت به. يمكن حيت انا يعني المحيط وفين كنقرا وفين هادي ما بعيد على نوستيك شويه. صافي انا الكتاب شكون كان صيفطوا لي ايوب، كان قال لي شراه هو اونلاين PDF، وقال لي قرا هذا الكتاب يعجبك، حيت هو عارفني انني كنتقبل جميع الاراء وما عنديش مشكل مع اي شخص كيف ما كان. قال لي قرا زعما يقدر يعجبك. قلت له برت ديك الكتاب، دوزت فيه يمكن شي نهار ولا نهار ونص كنت كملته وعجبني. صافي هو قال لي شنو الانطباع ديالك على ديك الكتاب؟ قلت له شنو كاين. قلت له انا عجبني هذا السيد، زعما ما كنعرفوش انا شكون هو. عاد قال لي ها الفيديوهات ديالو، ها هذه بغيتي تسمع له، بغيتي هذه. من تما ولا بديت كنسمع النوستيك. صافي من موراها قال لي زعما عدل راني شي مراجعه مكتوب على كتاب نوستيك، ولما لا هادشي غيفتح لك حوارات، يعني تقدر تعمل مثلا حوار مع نوستيك وتقدر حوارات مع تماما. صافي عملت الفيديو. كيفاش كملي لي الشطر سؤال، كيفاش كنتي يعني شنو لقيتي ردود الافعال؟ بغيت نعرف، انا متحمسه باش نعرف ردود الافعال ديال الناس، خصوصا انك كتباني بوجهك وكل شيء يعرفك، وخصوصا انك من وسط محافظ على ما حسب معلوماتي رانيا، يعني ماشي يعني انتقلتي من وي. تفضلي. بالنسبه لردود الافعال بالنسبه للعائله ديالي هما ما عندهم حتى شي مشكل، لانهم مسانسين عليا انني كنقرا لاي واحد، نقدر نهضر مع اي واحد، ما عنديش مشكل مع الشخص بناء على الدين ديالو ولا بناء على عدم التدين. يعني الوالدين ديالي خوتي ما عندهم حتى مشكل، بالعكس كانوا كيقولوا لي هاد الناس اللي كتجيب في الحوارات شكون هما، انا كنقول لهم هذا راه فلان. وبعض المرات ماما كانت كتسمع الحوارات ديالي، لا هي ولا اختي كيسمعوا شويه كيعجبوهم هذوك الضيوف، بالرغم من انهم مسلمين، وهذوك الضيوف اللي كنجيب انا ملحدين او لا دينيين. ردود الافعال اللي كانت صعيبه هو في الناس اللي كانت كتعلق، الناس اللي كانت كتكومنتار، الناس اللي في المواقع التواصل الاجتماعي. قنبله وفاء سلطان، القنبله مازال نوستيك الحوار كان نوعا ما حيادي مع وفاء سلطان، يمكن نسميه الحوار القنبله، خصوصا في مجتمع مؤدلج، مجتمع مسلم، مجتمع محافظ، ديجا كيشوف وفاء سلطان انها تلك الشيطان ذات القرنين. دونك من الغريب كيفاش تكون ردود افعالهم يشوفوا رانيا
تتحاور مع وفاء سلطان وتطرق العديد من النقط. انا قلت لك الردود الافعال السيئه كانت مع ديك الناس اللي كانوا كيعلقوا لي، كيسبوني كيشتموني بدون اي سبب، فقط لانني كما قلتي جبت وفاء سلطان ولا جبت احمد سامي جبت قصي بيطار. صافي كانوا كيقولوا لي صافي هاد السيده الحكات اللهم هذا منكر، هاد السيده كانت عامله الحجاب وما نعرف شنو، مع بالرغم اني ما كنتش عامله الحجاب. انا كنت انسانه متقلبه، يعني مره تلقاني عامله الحجاب، مره تلقاني بالشعر، مره تلقاني بواحد الستيل ديالي بوحد، يعني انا والقاله ديالي انا والمود ديالي ما كانت عامله السبنيه على القيله كما كيقولوا في طنجه، ماشي الحجاب. تماما. نقول لهم انا هذا مجرد غطاء راس، يعني انا اصلا ماشي محجبه باش تقولوا عليا راه انا انتقلت من تيار الى تيار ولا من توجه الى توجه. كذلك انا قلت لك الناس كانوا كيسبوني بدون سبب، ولحد الان الناس كتدخل كتسبني بدون سبب. مواقع التواصل الاجتماعي كيدخلوا ما كيخليوليش هذوك الكتوبه ما نفعوا حتى شي حاجه، وكيزيدوا هاد الناس يجهلوا كما كنقولوا، كيزيدوا يطرطقوا ملي كيعرفوني انني خريجه كليه اصول الدين ودارسه الشريعه ومكمله الماستر ديالي فيها. ما كتدخل كيقولوا لي انتينا كتقرا الدين وهذا الشيء وكتعمل هيدا. كنقول شنو كنعمل؟ انا كنهضر مع ناس. واش حيت انا مثلا نكون مسلمه ولا يهوديه ولا مسيحيه خصني نكره الاديان الاخرى؟ لا بالعكس، انا بيس مع اي واحد، ما عنديش مشكل، ما تأذينيش انتينا. انا النقطه المهمه اللي ذكرت يا رانيا كدارسه او كمتخصصه في الشريعه الاسلاميه وسطروا على خط الشريعه، كنعرفوا ان هناك العديد من التوجهات في الشريعه يعني اللي كتقول ان الجلوس كافر او الجلوس مع الدينيه يعتبر كفرا. فهذا الشيء علاش تلقى هذه النوعيه ديال الناس كي يعني رمتي يعني ما تلقايش ردود افعال من فرد. حنا اش غنقول لك، شوف انا الكليه اللي قريت فيها بالرغم من انها كليه اصول الدين وهي الكليه الوحيده اللي كتقري الشعب اللي قريت فيها انا في المغرب كامل، الا ان صديقي او لا تصدقي هو ان الاساتذه ديالنا او الدكاتره اللي كيقريونا منفتحين، راه كيتقبلوا اي شخص ما عندهمش مشكل زعما. بدا هذاك تقدر تقول بان هذاك الجانب الجانب ديال كما قلت انت دابا بعد انك تجلس مع كافر هو بحد ذاته كفر، هذيك الحاجه سيئين على الاسلام ما كنقراوهمش. حنا كنقراو هذاك الشيء المزيون الكيوت بالخطابات التكفيريه ديال واللي هي غالبا لا داك الشيء حنا ما غادي نقولوا شي. جميل جدا. هي يا راني واحد السؤال شي شويه خاص نعتبرو كان من دردشه، يعني الانتقال ديالك من وسط يعني نوعا ما محافظ وانتيا في لو فون ديال الداخل ديالك، وخصوصا تنعرف ايوب يعني واحد الناس اللي متنورين مقارنه بالوسط المغربي. ممكن حتى الفتيات اللي في هذه المرحله حيت بزاف الناس تيقولوا ان المراه المتنوره ما كتقدرش تعيش داك النمط ديال الزواج التقليدي او الزواج الكلاسيكي اللي معروف في المجتمع ديالنا. واش لقيتي صعوبه ولا تمريتي ديك الروح ديالك انت وايوب الناس المتنورين المنفتحين؟ واش ما لقيتوش واحد التاثير ولا واحد الضغط من الوسط ديالكم؟ انا اول مره انا نرجع لك قبل شويه باش يعني ناخذ المجرد الحديث لهنايا. انا عمري فكرت انني نزوج، هذه بعدا كان عندي قاعده عامه الناس كيعرفوني بشحال هذه كنقول لهم انا ما غنزوجش، لانني انا من رابع المستحيلات اني نلقى هذاك الراجل اللي غنعيش معاه كأننا مصاحبين مش كأننا مجوجين بهذاك النمط الكلاسيكي ديال المرأة خصها تغسل القشوع خصها تعمل هادي والراجل يجي من الخدمة ويلقى مراته موجودة ويلقى فهمتي. أنا هذا النمط ما داخلياش لعقلي. كنقول لهم أنا إذا ما لقيتش هذاك الراجل اللي بحالي في العقلية ونتفاهموا أنا وياه ما غنتزوجش. وأنا ملي تلاقيت أيوب أول مرة لقيته بأن
انا وياه كنفكروا فحال فحال، يعني التفكير ديالنا منطبق انا وياه فحال فحال. وحنايا دابا زواجنا تقدر تقول حنا ماشي جوج مجوجين، تقدر تقول حنا جوج مصاحبين. يعني عايشين واحد الحياه بيس. يعني انا وياه كنتعاونوا في كل شيء، كنتعاونوا لا في شغل الدار، كنتعاونوا في انا كتكون مثلا عندي الخدمه ولا عندي قرايه، ما كنعمل حتى شي حاجه، هو كينوض كيعمل الماكله، كيجمع الدار، كيعمل كل شيء، هو كيقوم بالشغل، انا كذلك كنقوم بكل شيء. يعني متعاونين مع بعضياتنا، كنخرجوا، كندخلوا، كنضحكوا، كنتفرجوا مع بعضنا، كنقراو كتوبه مع بعضنا. يعني اي حاجه كنقوموا بها مع بعضنا بحال جوج اصدقاء ولا جوج مصاحبين. وانا بالنسبه لي ما كانش في المغرب حنايا مستحيل انكم ككوبل تعيشوا مع بعضكم في الدار اذا ما كنتوش مجوجين. يعني غيوقعوا مشاكل. انتينا عارفه المجتمع اللي عايشين حنا فيه. صحيح. تقدر تقول بان تزوجنا باش نكونوا مع بعضنا في دار واحده، وبلا ما يصدعنا شي واحد، بلا ما يدق علينا شي واحد، بلا ما ينصح. مهمه جدا رانيا. يعني ممكن نقولوا ان العديد من لي كوبل في الاوساط المؤدلجه او المحافظه كيضطروا انهم يعني يمضيوا عقد زواج شرعي باش يقدروا يمارسوا حياتهم الطبيعيه، واخا ما كتكونش عندهم رغبه في ذاك الالتزام او يعني الالتزام بمفهوم الزواج تماما. يعني احنا في واحد المجتمع كما انتينا عارفه امبوسيبل انك تكون عايشه مثلا مع صاحبك وبيس، يعني ما غيجي يدق عليكم حتى شي واحد، ما غيجي يفرع لكم راسكم حتى شي واحد. دونك خصك ضروري تكون بجوجه، وديك الساعه انت والراجل ديالك كتعملوا اللي بغيتو، ديك الساعه حتى واحد ما سوقو، ما غيجي حتى واحد يدق عليك. ابسط الايمان هو انك تكون مثلا مسافره، مثلا حنا كنكونوا مسافرين وكثر في هذا الكونفينمون انتينا عارفه كنكونوا مسافرين كيوقفونا البوليس مثلا، هذه شكون هذه اللي معاك؟ اذا اش غتقول؟ اذا كانت صاحبته غتقول له صاحبتي ينوضوا مشاكل، كيقول له مراتي. لا كيفاش مراتك؟ ما نعرفش شنو. كنجبدوا له مع عقد الزواج، انا عقد الزواج الصغير كنديوه معنا في الطوموبيل، كان ها هو هي مراتي. صافي ديك الساعه البوليسي كيسكت، ما كيلقى ما يقول. اذا قلتي له صاحبتي ولا بقيتي كتكذب عليه راه غيعمل لك مشكل من والو. لان حنا في واحد الدوله اللي للاسف ما كتعترفش بجوج مصاحبين، وكتقول لك حقها حرام، حق العلاقات الجنسيه خارج اطار الزواج ما خصهاش تكون، وبزاف ديال هي ليا واحد المدخل اللي كنت كنتظروا جا من عندك، هو من هذه النقطه هذه نطرقوا اكثر للضجه اللي حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام كله مهتم بها. طب قانون 490 وشفتي ان ردود الافعال ديال مجموعه ديال الشباب اللي هما انا بعدا استغربت، وكنظن انت راه غتكوني لاحظتي هذه النقطه. هذوك الشباب اللي هما كيبغيو يمارسوا الحياه ديالهم اليوميه، واللي حتى هما عندهم صحاباتهم، واللي حتى هما كيبغيو يخرجوا ويصافحوا، لقيناهم كيعارضوا وما موافقينش على التوقيف ديال هذا البند من القانون. ما قولوا كيف هذه النقطه تشجعين بان يتوقف هذا القانون؟ انا هاد الايام مثلا لقيت واحد النقاش كبير في مجموعه من المجموعات النسائيه، مجموعات اللي كيكونوا خاصين بالبنات في الفيسبوك. كاين واحد النقاش، وكاين ما قلتي انتينا، كاين واحد الفئه كبيره هذوك البنات اللي كيتصاحبوا وكيعملوا كل شيء، ولكن كيقولوا لك لا حنا دوله اسلاميه، حنا دوله ما عشنا، ما خصناش هذا القانون، خصنا يبقى. انا راه كتبت لهم تما بزاف ديال التعليق، قلت لهم نتوما منافقات، اكبر منافقات شفت في حياتي هما نتوما ما كتخليو ما تعملوا، ما كتخليو ما هتقنتوا في الغاب، وهتخلتي مع صاحبك للدار حبلك، ما كتخليو تسافروا مع صحابكم، كيقيلوا ديك لي زادمين ديال الجروبات ينزلوا ديك يعني اش غنقولوا مثلا بحال المشاكل كتنزلوا من لادمين، وكتقول لك واحد البنت ها المشكل ديالها نصحوها. كاع البنات كتقول لك انا مشيت مع صاحبي اللي داها في شي دار بقات اللي تفلى عليها شي واحد، هذوك المشاكل ديالي. انا مشيت مع صاحبي مشات لي البكاره ديالي، انا مشيت مع صاحبي حبني، انا صاحبي صورني. اذا شكون هاد الناس؟ شكون هاد البنات؟ واش نتوما كاملين ما كتعملوا والو؟ هاد البنات شكون هما؟ رجال زعما؟ قلت لهم انتوما منافقين. انا
ضد هذا القانون. خص تكون علاقات رضائيه، جوج اختاروا انهم يمارسوا الجنس مع بعضهم، اش دخلنا حنا؟ علاش غتقول لهم لا؟ وعلاش غتشدهم في الحبس؟ وعلاش غتقول لهم علاش هادشي كامل؟ ياك انت مسلم طبق الاسلام ديالك على راسك، علاش تطبقوا على واحد اخر اللي يمكن اصلا كاع ما يكون مسلم؟ انت ودابا المشكله هو ان هذوك كاين واحد الانفصام في الشخصيه عند الانسان المسلم المغربي، هو انه يجيب 4 النساء، يتحقر على النساء ديالو، يضرب مراته، ما يخلي ما يعمل ديال الحاجات الخايبين. ولكن ملي كتجي هنا كيقول لك لا حنا دوله مسلمه والعلاقات الرضائيه ما كاينينش في الدين ديالنا وما نعرف شنو ما نعرف شنو. انت اذا جيتي تشوف كاع البنات اللي كيكونوا دايزين في الزنقه كطلعوا من الرجل حتى الفوق، كتبقى تشوف وكتبقى تمارس العاده السريه عليهم في الليل. اذا شنو الاسلام هذا؟ وشنو الاخلاق هذه؟ وشنو الانسانيه هذه؟ غتقول لي بان لا البنات خصهم يتستروا باش انا ما نشوفش فيها. اقسم بالله سناء راه شفت انا شخصيا شفت بنات منقبات وكيتعرضوا للتحرش الجنسي بعيني. اخرى كتعرض هذا الموضوع ديال التحرش الجنسي واخا يكون حتى راجل لابس جلابه راه كيتحرشوا به كيسحابوا، ما كيهمهمش شنو اللي كاين تما. هذا موضوع اخر. غير هو القضيه ترانيا ما تدفيش انه الانسان يعني المسلم بالضبط انه كبرت فيه وتتبرمج على ما يسمى بالوصايه في المجتمع، وهذه هي السبب اللي خلاته كيعيش هذه الازدواجيه في الشخصيه. حنايا كل الاسر المغربيه للاسف مربيين اولادهم على مثلا مربيين العزاره الدراري على انهم اوصيه على خوتهم البنات. مثلا البنت بغات تخرج لا خصك تقولها لباك، خصك تقولها لخاك، عم يشوفك خاك ما تلبسي هذه ما تعمليش هذه. علاش هادشي؟ ولكن راه خلي ان الولد راه مستنبط من الفكر الاسلامي، راه ماشي من فراغ. راه فاش كنتكلموا على مفهوم الوصايه في الفكر الاسلامي كنتكلموا على مفهوم القوامه عند الذكر او عند الرجل في المفهوم الاسلامي. يعني راه ما جاش من فراغ. من هنايا واش خصنا نتكلموا مع الناس انكم خصكم تكونوا مسلمين وتطبقوا الاسلام بحذافيره، او لا خصنا ما يسمى نضيف الاسلام ممكن نسميوها في نظرك؟ الاسلام انا حسب رايي خصو يتعاد الصياغه ديالو، لان بزاف ديال الحاجات فيه خصهم يكونوا. انا تربيت في اسره مسلمه، با ماما كيصليو الصلاه في وقتها، خاي كيصلي الصلاه في وقتها، كيصوموا كيزكيو كيعملوا كل شيء. هادو كاع الحاجات اللي كاينين في الاسلام كيعملوهم. لكن الوالدين ديالي وبالخصوص ماما ما ربطناش على الوصايه، ربطنا على ان كل واحد يدخل سوق راسو. خاي الكبير اللي كبير عليا تقريبا ب7 سنين حياته ما يدخليش في حياتي، يشوفني مع الولد في الزنقه ما سوقوش. كيجي عند مثلا ماما يقول لها رانيا راه شفتها مع ولدها، تقول لها ما نعرف تقدر كتعرفوا يقدر يقرا معاها. اذا مثلا زاد في الهضره قال لا شي حاجه كتقول ما عندك حتى شي دخله، اختك قادره انها تحمل المسؤوليه ديال القرارات ديالها اي حاجه. وهذوك الناس اللي معايا يقدروا مثلا كتعرفوا قرات كيقرا معاها، يعني انت ما عندك حتى شي دخله. كما انا اذا شفت مثلا خاي مع بنت في الزنقه ما نمشيش عند ماما نقول لها ماما راه شفت خاي في الزنقه مع البنت وهذا الشيء راه ماشي الدين ديالنا وماشي الاسلام ديالنا وما نعرف شنو. لا حنا تربينا هيدا كل واحد داخل سوق راسو وطلعنا هيدا لحد الان. هذه نقطة اللي غنعطيك واحد الاشاره رانيا. اعتبر واحد الحوار كان البارح كنظن ما عرفت واش شفتيه في هيسبريسا ولا لا، كان واحد الميكرو تروتواغ مع الناس في الشارع على رايهم في هذا ستوب قانون 496 وردود الافعال ديال الجيل اللي بحال تكلمي على ماماك ولا ماما ولا هذا الجيل السابق. هو كان بحال اللي كنسميوه حنا بيناتنا سيبالتول بالاسلام البوتسواني، يعني ديك المراه وديك الراجل اللي كيصلي وكيصوموا رمضان كيعيدوا العيد. هذا هو الاسلام عندنا يعني ولكن مقارنه بردود الافعال ديال الشباب ترانيا كارثه عظمى
كارثة عظمى، وأننا أصبحنا في خطر. الشباب المغربي جد متشبع بالشريعة الإسلامية، جد متشبع بأفكار الفقهاء. راه حاليا راه كاين واحد الصراع بين جيل سابق اللي ربما ما كانش كيشوف الاسلام بهذه الرؤيه، وهذا الجيل الحاضر اللي هو ممكن تبنوا من 2000 اصحاب قناه اقرا واصحاب القناه اللي الشباب كاملين ولاو كيعرفوا الحرام والحلال، ولاو مجتمعنا وما خصناش يكون هذه وهذا الشيء ضد مبادئنا. واش لاحظتي هاد المصيبه اللي ولا فيها المجتمع المغربي؟ هذا الميكرو تروتوار اللي قلتي، شفت بعض المقتطفات منه، وشفت واحد المقتطف ديال واحد السيده كتهضر، سقسوها قالوا لها زعما انت مع هذا القانون، قالت لهم انا ضده. انا حيت ما حتى واحد ما عنده الدخل انه يتدخل في علاقات ديال الاخرين. جا هذاك الصحفي اللي كان كيسقسيها قال لها واش انتينا زعما ان ترضى ان بنتك يكون عندها صاحب؟ قالت له لي مالا بنتي اذا كانت في واحد السن اللي واعيه وقاده يعني كتاخذ قراراتها وهذه يكون عندها صديق حميمي ولا صاحبه، ولكن بطبيعه الحال كتكون واحد المراقبه، يعني يكون واحد التوجيه من ديك البنت، هو ان مثلا وانا هادشي اللي كان يعني كنفكروا انا وايوب اننا نربيو بنتنا ان شاء الله على هادشي. يعني بنتي انا توصل لواحد السن معينه ما عنديش مشكل انه يكون عندها علاقات عاطفيه مع ناس، ولكن كيكون واحد التوجيه، خصك تجلس مع بنتك وتفهمها شنو كاين وشنو كاين باش ما كتحملش يعني مثلا في واحد السن صغيره. التربيه الجنسيه صحيح. غير هو رانيا لان من غير ما شنو كتشوفي انت ولا شنو كنشوف انا ولا حتى شنو كانوا كيشوفوا والدينا اللي كانوا عندهم هذاك المفهوم ديال الاسلام العادي، اللي تتعرفي ما تتعرفي الاسلام حتى نهار الجمعه ولا رمضان عاد كتفكر المغرب راه حنا مجتمع مسلم، ما كانش عندنا مشكل. مي حاليا اللي كنقول لك انه شفتوا الشباب، هذا الشباب هذا اللي هو في العشرينات او في الثلاثينات، راه كنظن شفتي داك الحوار ديال هذيك البنت اللي قالت له ايوا راه حنايا ما كل واحد حر، ولكن العيب كيبقى في البنت، هي اللي كتهز المشكل. ولاحظت حتى ردود الافعال رانيا انها من النساء كيف ما ذكرتي. واش هاد النساء هادو على داك يعني فاش غتولي حريه جنسيه وغيولي كلشي عايش اما تسمى بالعلاقات الرضائيه، افضل ان اسميها العلاقات الرضائيه لانها جنسيه او ماشي جنسيه، داكشي تيبقى في يعني خاص. هاد العلاقات الرضائيه ما كتشوفيش انه النساء اكثر خوفا من القانون، انهم ربما ما غيبقاوش يتزوجوا، ربما بايره في المجتمع المغربي غيولي كثير، ربما غتخاف على راسها، حيت نعرفوا ان المراه المغربيه للاسف تضيق الخناق على شريكها من اجل الزواج. دونك حتى مفهوم العلاقه الرضائيه ما تيكونش تماما. سنة البنات هما أكثر خوفا من أننا نحيدوا هذا القانون لأسباب تالية، هو أنهم تربوا بهذه الطريقة، عندهم واحد العقلية معينة اللي خداوها مثلا لا من الدين لا من والديهم لا من المحيط اللي هما تتربوا فيه. زيد عليها البنت المغربية للأسف باقي عندها ديك الفكره ان اذا رجعوا مثلا العلاقات الرضائيه مصرح بها وماشي ممنوعه ومرغوبه، هي ما غيجوج بها حد. ما عرفتش انا صراحه هاد الفكره هما ما عرفوش هاد الفكره قداش غلطه، لان انتينا باش تبقى يعني محاصره هذاك الشريك ديالك ولا صاحبك فان فوقاش غتجي تخطبني، فوقاش غتجي تزوج بيا، فوقاش الزواج ما كيكونش هيدا. الزواج ما كنطلبوش حنايا من الناس، لا انتينا ولا هو، نتوما جوج كتكونوا مع بعضياتكم، كتشوفوا راسكم بلي متفاهمين، بلي قادرين انكم تبنيو واحد الحياه مع بعضياتكم مزيونه، قادرين انكم تلتزموا بزاف ديال الحاجات، كتزوجوا ببعضياتكم، كيكون واحد يعني تفاهم بيناتكم. ماشي انتينا
كتبقى محكره فوقاش غتجي تخطبني، خصك تجي تخطبني، ومجموعه من الكذوب اللي كيبقاو يكذبوا راه جا خطبني ولد خالتي جا خطبني فلان، غير باش تحرك له هذيك العاطفه ويجي خطبه. اذا رجعوا العلاقات الرضائيه يعني ماشي ممنوعه، راه ماشي غير الزواج ما غيبقاش، راه الناس راه كاين الناس كتبغي تزوج، كتبغي ان يكون عندها استقرار عاطفي. هنا كنتسائلوا على شنو اهميه الزواج شنو يعني شنو كيزيدنا ولا شنو كيفيدنا. انا بالنسبه لي هو ان الزواج كيفيدنا او كيزيدنا استقرار العاطفي. كيكون عندك شخص واحد اللي كتبغيه، اللي كتمارس معاه الجنس، اللي مرتاحه معاه، اللي ما خوفاناش انه ينقل لك شي مرض جنسي اولا هذه اللي نتوما ببعضكم، ما كاينش شي شخص ثالث بيناتكم. اذا دخل اولا نرجع لك لواحد النقطه، هو ان صدقيني يا سنه اغلبيه الناس المزوجين اكثر في المدينه ديالي كيخونوا النساء ديالهم. يعني الرجال كيخون الراجل المراه ديالو بالطيطاي. يعني السيد يقدر يمشي مع عاهره، يقدر يمشي مع اي وحده، وهذيك المراه اللي عنده في الدار اللي محجبه اللي مغطيها يقدر ينقل لها اي مرض جنسي وهي ما عرفت حتى شي حاجه. فهمتي؟ اذا علاش انت زوجتي مادام غتخون مراتك ولا مادام غتشوف بنت اخرى؟ ما تزوجش، بقى حر ومارس الجنس مع من ما بغيتي. يعني هنا علاش الاهميه الزواج؟ شنو الاهميه الزواج؟ كيفاش الناس اهميه الزواج رانيا ما اسميه انا غالبا في هذا ما اسميه بذلك البرواز الذهبي اللي خصو يتعلق في كل صاله ديال المنازل المغربيه. فباقي كيعتبر الفرض ان ما تنسايش انه الدين ديالنا، الدين يعني الاسلامي في المغرب راه لا يحلل ولا اي علاقه الا اذا كانت علاقه شرعيه تحت مسمى الزواج. لا يباركها الاصدقاء ولا يباركها العائله، وتعتبر دائما تلك العلاقه في الظلام اللي كيخجلوا منها، خصوصا فاش كنتكلموا على الوسط المغربي التقليدي ابار الاسر المتفتحه. حاليا هذا المشكل اللي كنواجهوه ما غاديش نكروا انه تدخل الدين العامل الاساسي في هذه الافكار وهذه المعاناه اللي كيعانيها مجتمعنا. في وجهه نظرك رانيا بالضبط، واش انت مع اصلاح الدين من الداخل او اصلاح الدين من او يعني انتقاده واصلاحه من الخارج، بحال اللي كانت مثلا على القنوات اللي تيديروا لا دينيين او الكتب او الحوارات المتواجده على السوشيال ميديا، او لا بالضروره اننا باش نصلحوا الدين خصنا نكونوا تحت عباءه المسلم ونواجه المسلم كما يفعل مثلا القرآنيون او ما يسمون بين قوسين بالمسلمين المتفتحين. انا مقتنعه بواحد الفكره، هو ان الشخص ملي كتبزز عليه شي حاجه ولا كتبغي انك تفرض عليه شي حاجه ما غيطبقش هذيك الحاجه. دونك اذا بغينا حنايا اننا نغيروا الدين الاسلامي او اننا نصلحوه، ما خصناش نعملوا هذاك الفرض الاراء ديالنا على الشخص، نقولوا له لا صافي واحد بين ليله وضحاها لا ما خصكش تبقى مسلم، او لا هاد الدين راه خصنا نعيدوا الصياغه ديالو حيت فيه وفيه وفيه. هاد الشيء خصو يمتد يعني عبر واحد منهجيه، كاين خطوات اللي خصنا نتبعوهم وكاين سنوات اللي غيديونا هاد الشيء اللي غنحاولوا ما امكن كل مره ندخلوا الشخص المسلم المغربي واحد الفكره معينه، نبدلوا له واحد الراي معين شويه بشويه. واهم حاجه في هذا الشيء كامل هو ان العلمانيه كتساهم بواحد الدور كبير فانها كتبدل الاراء الناس، كتبدل العقليه الناس. يعني الدوله خصها تكون علمانيه، سترجع علمانيه، وعاد الدين خصنا نحاولوا اننا نصلحوه عبر كما قلتي كتب، عبر صياغه الدين باسره. شنو هذوك الحاجات اللي مثلا شنو هذوك الحاجات اللي كيضربوا في حقوق المرأة نحيدوهم، شنو هذوك الحاجات اللي يعني يساهموا في تفشي العبودية وما إلى ذلك نحيدوهم، نخليو الدين كشي حاجة اللي مسالمة، شي حاجة اللي مزيونة. فحتى وإن كنت أنت متدين وأنا غير متدين
ما غتادينيش بشي حاجه خايبه، لان الدين ديالك ما كيقولكش بانك خصك تقتلني اذا كنت انا ماشي متدينه بحالك. هادشي كان خصو يكون واحد. ولكن الا كنا كنتكلموا على الدين الاصولي او الدين كشريعه، راه ممكن تطلع على هاد النقط. الذي لا يصلي، اللي ما تيصليش، كاين فتاوي من يعني او احاديث من البخاري اللي كتقول ان اللي ما تيصليش، وهذا الشيء هذا ما تنسيش ان الشباب راه يستمع اليه، كيحضروا الجماعات. اوغوزمون ان السياسه المغربيه او الامن المغربي اصبح يضيق على هذه الجماعات، ولكن الناس ولي جروب راه كيف ما كاين لي جروب ديال الدينيين، كاين لي جروب في الفيسبوك مثلا ديال المتدينين، راه فتاوي سمعناها وشفناها اللي تيقول لك انه واحد ما تيصليش خاصك في الاول كتنهيه، ومن بعد انك يحبس او يسجن على حسب الحنفيه. وهناك اراء اخرى، الذي ترك الصلاه يقتل ويغسل ويدفن مع المسلمين. أن لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يعني العديد من المفاهيم الموجودة في هذا الدين. واش حنا خصنا باش نتكلموا مع هاد الناس هادو، أو باش نبدلوا أو باش نغيروا الصورة ديال المجتمع المغربي، واش خصنا نواجهوه بما يوجد في الدين، أو نكتفي بالقرارات السياسية التي تحكم أو التي تأتي وهي في عباءة الدين اصلا. يعني فاش كنشوفوا مثلا حنا كدوله مغربيه راه في الاعلى ديال الدستور الدوله المغربيه دوله اسلاميه. كيف يمكننا التخلص من هذه النقطه هذه؟ بالضروري خصني نغطي وجهي رانيا وما يعرفني حتى واحد باش نقدر نتكلم في هذه النقط، او ندير بحال اللي كدير حتى رانيا ونجبد هذه المواضيع ونناقشهم مع الناس بلا ما نبين الاخر انني ضد الدين ديالك. اذا بينتي وجهك وناقشتي هذه المواضيع وبينتي الناس بان ها في الدين الاسلامي شنو خصو يتبدل وشنو اللي خايب وشنو اللي ماشي مزيان، وانتينا بوجهك وانتينا ساكنه في المغرب، انتينا عارفه شنو غيوقع لك. غيجيو يهزوك صافي غتجي تهزك، غيلصقوا لك مثلا شي تهمه ديال زعزعه عقيده المسلم، اللي انا لحد الان ما عارفاش حتى هاد زعزعه عقيده المسلم فين ما كانت شي حاجه كيلصقوها في زعزعه عقيده المسلم. يعني الحل هو انك كتبان بوجهك، كتحاول انك تنقد هاد الدين، ولكن بواحد الطريقه جانبيه. يعني ما كتبينلهمش باللي انت ضد الدين ديالو، ولكن انت راه معاهم، ولكن شوف انا معاكم، ولكن هاد الحاجات راه كيضروا بالدين ديالنا ولا كيضروا بالناس ديالنا ولا كيضروا بالمسلمين. سو هاد الشيء خصو يتعاود الصياغه ديالو، بحال اللي كيقوموا مجموعه من التنويريين في المغرب اللي كيبانوا بوجههم كيهضروا، ولكن كاين داكشي من تحت لتحت. مع ذلك كاين مجموعه من الانتقادات، منهم عاصد ما كيحملوه شي، كيكرهوه، ما كيخليو ما يسبوه يشتموه، مع ان عاصر كيهضر بواحد المنطلق هو انني معاك، ولكن في نفس الوقت ها شنو خصو يكون وها شنو ما خصوش يكون، ومع ذلك كيكرهوه. ما عساك انك انتينا غتبان بوجهك وتقول لهم شوف الدين ديالكم هادشي فيه هذه عبوديه، وهذه راه كتضرب في حقوق المراه، وهذه راه ما خصهاش تكون، وهذه ديك الساعه راه يقدروا يعلقوك في وسط الشارع. دونك ستبقى يعني المواجهه هي بحريه، وعلى هذا الحساب لا نأمل أن يتغير المجتمع المغربي أو يصلح الدين إلا في حالة كانت إرادة سياسية. دونك on n'a pas le choix من غير الإرادة السياسية، لان اي مجتمع كيخضع لواحد السلطه سياسيه معينه، وكثر حنايا المغاربه المجتمع ديالنا المغربي كيخضع للسلطه اكثر ما يخضع لك مثلا انتينا الراي ديالك اللي غتحاول انك توصله. سو اذا رجعت مثلا الدوله ديالنا علمانيه ولا الدوله ديالنا كتفصل ما بين الدين والسياسه، الدين ديالك كيبقى انت حر انك تكون متدين باي دين، ماشي شغلنا فيه. كاين المساجد تمشي تصلي فيهم، كاين الكنائس تمشي تصلي فين ما كنت، يعني انت متدين تقدر تمشي تصلي وكتمارس الحريه ديالك بشكل عادي. لكن في السياسه القرارات السياسيه والقوانين كيخدموا مصلحه الجميع،
ماشي كيخدموك كيخدموا مصلحتك كانك مسلم اولا كانك مسيحي ولا كانك يهودي، لا كيخدموا كلشي باش ما كيكون حتى اضطهاد. جميل وممتع هذه النقطة هذه اللي ترتي لها. بغيت ندوز معك لواحد النقطة أخرى رانيا اللي كتعنيني أنا وكتعنيك أنتي وكتعني النساء في المغرب. هو احنا كنساء مثلا كنتميو لهذا المجتمع الجد مؤدلج، كيف يمكننا في وجهة نظرك أن نمر إلى أدوار القيادة دون الانزعاج ودون التضيق ودون نسميها ممكن يعني التعاطي معنا كنساء مسلمات، ويجب الالتزام إلى العرف وإلى مفهوم الدين. اذا بغيتي انك توصل في اي دومين في اي مجال، بغيتي توصل لواحد المنصب معين غتلقى مجموعه. ركزي معايا كامراه بالضبط في المجتمع جد مؤدلج. وي إذا بغيتي توصل كامرأة في المجتمع ديالنا المغربي المؤدلج راه غتمر بمجموعة من الصعوبات. من هاد الصعوبات هو أنك خصك تخضع لمجموعة من الأعراف، تخضع للدين، تخضع مثلا أبسط الأشياء هو أنك أنا مثلا كتوقع لي أنا كنقرا في كلية أصول الدين وأنا غير محجبة، ما عاملاش الحجاب في راسي، كندخل بالشعر يعني بشعري مصايب هادي، كندخل باللباس ديالي عادي. تخيلي ان كيفاش الناس كتشوف فيا كيقولوا هذه كتقرا الشريعه وما عاملاش حجاب، دونك ما كيتقبلوهاش، كتجيهم بحال اللي ضربتيهم في راسهم بشي حاجه. دونك انا شخصيا واجهت مجموعه من الصعوبات غير باش نوصل في المجال اللي انا كندرس فيه. يعني كيقول لك كيفاش هذه غير محجبه مثلا ولا بهاد الافكار وكتدرس الدين. المرأة المغربية خاصها تواجه أي حاجة جات قدامها، أي حاجة، وما تخلي حتى واحد منهم الأسرة أنهم يفرضوا آرائهم الشخصية عليها أو لأنهم يتحكموا فيها بالدين أو لا بالعرف أو لا بشنو قال الله وشنو قال الرسول. شنو قال الله وشنو قال الرسول هذه كتبقى عندك، انا ما عندي حتى شي دخله فيها، انا ما غتحكمنيش في معتقدي الشخصي. نقدر نكون مسلمه نقدر نكون غير مسلمه، انت ما عندك ما ينتعرف. نقدر نصلي حداك وانا ماشي مسلمه، ممكن مين غتعرفني انا التوجه ديالي كيفاش عامل. طارت وقيله رانيا. الو لا انا معك. وي تفضلي. قلت لك المرأة المغربية خصها تتحدى اي حاجه جات حداها، اي صعوبه ما تخلي حتى واحد يتحكم فيها وتعمل اكثر من الجهد ديال، لان حنا النساء مش بحال الرجال في المجتمع ديالنا المغربي، حنا كنعملوا جهد مضاعف باش اننا نوصلوا لواحد المنصب معين او نوصلوا في واحد المجال معين. نقدروا نقولوا بان الرجال ما كاينش اللي غيبقى يعاتبهم او لا ما كاينش اللي غيبقى يحضيهم، ما كاينش اللي يبقى مثلا يعني يعمل له مجموعه من العراقيل، لكن حنا كنواجهوا هاد العراقيل كامله. فعوض ما اننا نستسلموا ونبقاو مثلا جالسين نقولوا صافي حنا ما قدرنا نعملوا حتى شي حاجه حيت المجتمع ما مساندناش، الاسره ما مساندناش، المحيط ما مساندناش، لا ما خصناش نقولوا هذا الشيء. خصنا نجلسوا ونشوفوا كيفاش غنقدروا اننا نمشيو في الطريق ديالنا وما غنتسوقوا لشي واحد. وممكن تذكري لي مثلا حاليا كيفاش كتشوفي المعاناه ديال المراه المتنوره الغير خاضعه للمجتمع المؤدلج، نوعيه المعاناه اللي كتعيشها يوميا. المعاناة اللي كتعيشها يوميا المرأة التنويرية في مجتمعنا هو أن كتلقى الناس بعدا كيعلقوا لك على اللباس ديالك، علاش لابسه هذه علاش ما لابساش هذه، هذا اللباس ديالنا الدين او هذه خصو يكون فضفاض، خصو يكون غير شفاف، خصو لا خصك تعمل الخمار، لا خصك تعمل النقاب، لا خصك تعمل بزاف ديال الحاجات.
الاراء ديالك اذا مثلا قلتي شي راي اللي مخالف لداكشي اللي عندهم هما في راسهم، دونك صافي غيعنوا عليك الحرب. علاش قلتي هيدا؟ وهادشي راه ما كاينش في الدين ديالنا. طريقه التصرف ديالك، اذا غتضحكتي بصوت عالي لا ما خصكش تضحك بصوت عالي، لا المراه خصها تحشم. اذا مثلا كنتي خدامه لا ما خصكش تخدم، خصك تجلس، الراجل هو اللي يصرف عليك، الراجل هو اللي يعطيك، الراجل هو اللي يقدم لك، انت خصك مطعك الكوزينه، خصك تقابل الدار ديالك ومجموعه من الاشياء. هادشي كنسمعوه يوميا. اذا ادليتي بشي راي مثلا معين في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في يوتيوب، كيجي كيقول لك مثلا وانتينا سوقك خاوي، انتينا ما قارياشي، جاهله، ما نعرف شنو. انت انا قاريه ولا جاهله؟ انت مين كتعرفني انا فين واصله؟ بعدا مين كتعرفني شنو كنقرا شنو ما كنقراش، فاش خدامه؟ دونك كاين ديك الاحكام المسبقه اللي يوميا الناس كيطلقوهم علينا. ديما كتلقى بنادم كيهاجمك بدون اي سبب، فقط لانك حطيتي واحد. انا حطيت غير فيديوهات كنشرح فيهم نظريات الغربيه اللي كتهضر على نشأة الدين. ما قلتش انا معاهم وما قلتش انا ضدهم، كنهضر على بعض النظريات معينه كنشرحهم باش انني ننشر الاستفاده. الانسان مزيان انه يعرف شي حاجه اللي عمره قراها. بنادم كيعلق هاد النظريات، اذا انتينا كافره، اذا انتينا ملحده، اذا انت جاب الكفر والالحاد من هذا الشيء. واش انا قلت بانني انا ما كتشوفيش انه من بين الحلول الاوليه يعني لنا كنساء متنورات اننا نختاروا الوسط الذي ننتمي اليه؟ وخا بعض المرات احيانا نضطر لوجود في اوساط مختلفه، ولكن ما تشوفيش انه من ضمن الحلول الاوليه اننا نبدلوا الاوساط اللي كنتميوا ليها؟ بطبيعه الحال انتينا اشخاص اللي ما غيوقع غير بيناتكم واحد الصراع ما غتفهموش، بطبيعه الحال ما خصكش تعمر بين معاهم. وهذا السبب اللي خلاني انني نقطع مجموعه من الاصدقاء والصديقات اللي كنت في واحد الوقت كنخلف معاهم، لكن ما بقيتش لانهم فور اننا كنهضروا في شي موضوع اولا كنحاولوا اننا نناقشوا كيبين واحد التعصب، كيبين واحد التشدد، كيبقاو يقولوا لك بعض الكلمات الله يهديك، الله ما نعرف شنو، لا خصك تمشي تقرا، وانا باش كيفقصوني انا المغاربه، مشي تقرا شويه على الدين ديالك. واش غنقرا على الدين ديالي؟ انا الدين ديالي راه كرتو انا في لافاك، راه الدين ديالي انا متخصصه فيه، باش غنزيد نقرا مثلا؟ هذا غنختم بها هذه النقطه هذه باش ندوزوا للاسئله ديال الاخوان كيتسناو بغاو يعني يتفاعلوا معك. يا رانيا، واش تسمحي لي على هذا السؤال واخا نوعا ما شخصي، شنو اللي خلاك تختاري الشريعه الاسلاميه؟ واش هو حبا يعني في البحث او لا كميول؟ يعني نوعا ما استغربت فاش عرفتك انك ومكمله مازال في الماستر ديال الشريعه الاسلاميه. واخا اذا ما كنتيش عارفه هذه المعلومه، المهم انا غنقولها لك. انا الشريعه ماشي هي التخصص الوحيد اللي قريت، انا ديجا عندي اجازات في تخصصات اخرى، والشريعه هو التخصص الثالث اللي كنقرا. انا ديجا عندي اجازه في الدراسات الانجليزيه وعندي اجازه في القانون. اصول الدين دخلت عارفه لا ليسونس ديالك في لونجلي عارفاها، مي الشريعه الاسلاميه ما كنتش عارفاها. دخلت انا الكليه حيت انا كيعجبني انني نخرط في مقارنه الاديان، بغيت نكون متخصصه جميل. في مقارنه الاديان، سو السبيل انني نوصل لهذاك البوست اللي انا بغيت، او انني نكون دكتوره في الفكر الديني في الكليه. خصني انني ندوز من هذه المراحل، انني نقرا في هذه الكليه، نقرا في شعبه معينه، ونكمل ماستر معين، ونكمل دكتوراه معينه باش نوصل لهذاك الهدف اللي بغيت انا. سو السبيل الوحيد هو انني نقرا هذا الشيء. انا الماستر اللي انا مكمله فيه هو ماستر العقيده والفكر في الغرب الاسلامي. هذا الماستر جميل هو جدا، من احسن الماسترات اللي كاينه في الكليه ديالنا، اللي كيفتح لك الباب للدكتوراه بسهوله. والحمد لله توفقت انني اخترت مجموعه من الماسترات، لكن انا اخترت انني نكمل في هذا الماستر اللي يفتح لي الباب يعني للدكتوراه.
وانا اصلا بحث الاجازه ديالي كان في الاديان في الفكر الديني، وان شاء الله غنكمل الماستر ديالي، يعني الرساله ديال الماستر غنكملها في الفكر الديني، وكذلك الدكتوراه ديالي ان شاء الله غتكون في نفس المجال باش نكون متخصصه مستقبلا في مقارنه الاديان وفي كل ما يتعلق بالفكر الديني. وغتوعدينا من هذا المنبر اننا سيكون لنا معك لقاء اخر بعد ان تنتهي من الماستر، وديري لنا واحد العرض وتنورينا واحد شويه وتقولي لنا شنو يعني في انتظارك. سعيده جدا بلقياك يا رانيا، وكنظن انه غادي يكونوا بيناتنا لقاءات اخرى. غادي ندوزو الاسئله ديال المجموعه ديال الاصدقاء اللي كانوا متشوقين انهم يتعرفوا عليك وانهم يسولوك، خصوصا ان فاش قلت لهم راه غتجي رانيا عندنا شكون هذه رانيا وشنو. انا تقصدت انني نسولك رانيا علاش هذه الاجازه، لان بزاف كيسول شكون هي هذه وشنو مستواها وشنو لهاد المعرفه ولهاد كلشي كيعرفها. فسعيده جدا ونفتخر بوجود امراه بيننا من هذا المستوى وهذا الشغف في البحث وفي الدراسه. غادي ندوزو عندنا معنا الاستاذ وليد بغى يسولك واحد السؤال. تفضل استاذ وليد. شكرا لاله سناء، شكرا للاستاذه رانيا. مرحبا بك، وحنا مشكورين بالسماع ديالك، وانا مسرور جدا من قلتي بان كان دراستك الاصول الدين هو مطي فقط لدراسه الاديان، وهذا جميل جدا، بمعنى انك شغوف باش تفهمي ما هو الاليات الدينيه بصفه عامه. جميل. قبل ما نطرح السؤال بغيت ندير واحد الملاحظه بسيطه جدا. عاد مره لاله سناء الا سمحتي لي، هو قضيه ديال العلاقات الرضائيه استاذه رانيا هو لا يمكن يعني بحثها فقط من جانب الديني، بمعنى التحريم والتحليل، لان كتعرفي بان الدوله هي الى سمحت بالعلاقات الرضائيه. الا سمحتي لنا ممكن تنقص من التلفزيون واحد شويه نسمعوا صوتك بوضوح ارجوك. اوكي نقص واحد شويه عفاكم نكمل الكلمه. هو فقط بغيت نقول للاستاذه رانيا بان لا يمكن يعني النظر للعلاقات الرضائيه فقط هو من باب التحريم والتحليل، لان العلاقات الرضائيه هي واحد المسؤوليه المجتمعيه، يعني تجر الدوله عليها واحد السلسله من الاصلاحات. مثلا اذا اعترفت بالعلاقات الرضائيه خصها تعترف بالاجهاض، تعترف بحقوق المراه، تعترف بحقوق الطفل، هذاك الطفل تعترف له بحقوق النسب ديالو، يعني واحد السلسله من الاجراءات خصها ديرهم. بمعنى ماشي حنا غير واقفين فقط في العلاقات الرضائيه واش ندير الجنس ولا ما نديرش الجنس، ولكن التبعات ديالو، والتبعات ديالو هي اللي خطيره والتي يعني تجر الدوله على يعني تفتح امامها الجحيم. اولا خصها تعترف بالدري، تعترف بحقوق المراه، تعترف هي تكفل بالدري بعدا الدراري، لان هو ما كيكونش غير جنس هكاك بوحدو يعني بدون نتائج، هو فيه نتائج. اوكي اذا كانت الفكره مفهومه يعني نمر للسؤال. استاذه باعتبارك مشرفه على قناه ديال الكتب، واش يمكن لك تقولي لنا اخر الكتب النسائيه التي حقيقه بعض المناضلات اللي كتبوا كتب واللي هما الان في السوق ويمكننا نشريوهم ونور بهم من الكتابات النسائيه، وحتى اذا كانت بعض الذكور اللي كتبوا في هذا المجال. وانا اظن بانك راكي ملمه بالميدان طالما ان القناه ديالك كتختص بالكتب. تفضلي. شكرا على الاستماع. بالنسبة للكتب النسائية أنا دائما كنصح أولا بواحد الكاتبة اللي كان عندها واحد الدور كبير، أنها بدلت لي مجموعة من الأفكار اللي هي نوال السعداوي. نوال السعداوي من الكاتبات اللي أنا كنعتبرهم قدوة صراحة، لأنها تحدات المجتمع المصري اللي احنا كما كنعرفوه واحد المجتمع
مريض شويه مقارنه بالمغرب. يعني اي شخص كيهضر كيهزوه، ما عندهمش هذوك، ما كيتفاهموش مع الناس. نوال السعداوي تحدى. لا الا سالتيني بالنسبه لنوال السعداوي فاطمه المرنيسي دوك كنعرفوهم، كنقول لك واش كاين شي اصدارات جديده بعض النساء اللي جاو جداد؟ وحنا عارفين نوال السعداوي اكيد، وكنعرفوا المرنيسي، وكنعرفوا يعني نساء اخرين جزائريات ومغربيات، لكن واش يعني ترشدينا يعني يعني الاصدارات الجديده من شابات حاليا ممكن نقولوا انه من الالفينات او من التسعينات، واش كاين شي اصدارات جديده في هذا الصدد؟ بالنسبه للاصدارات الجديده اللي قلتي من الالفينات لدابا، صراحه انا ما طلعتش على شي كتاب اللي كتباته نسويه ولا كاتبه اللي مثلا كتناقش واحد الموضوع اللي كيخص المراه. اغلبيه الكتب النسائيه انا قريتهم، يعني الكاتبات مر عليهم الزمن، يعني كتبوا منذ مده. ما كاينش صراحه كتابات معاصره في هذا الصدد. وكنظن بان السبب علاش ان الكتابات النسائيه قلالين في هذا الصدد، وبالاخص للنساء العربيات او المغربيات بصفه عامه، هو انهم كيخافوا من الانتقاد ديال الناس. قلالين النساء ولا قلالين الكاتبات اللي غيزعموا انهم يهضروا في واحد الكتاب معين ولا غيهضروا على موضوع معين اللي كيخص المراه ولا كيخص حقوق المراه. كيخافوا من الانتقاد ولا كيخافوا من ان الناس يعملوا يشنوا واحد الهجمه عليهم. كتابات معاصره صراحه انا ما طلعتش، ما شفتش. كنقيل انني نقلب كيقولوا لي الاخوان رانيا في التكست انه كاين اصدارات باللغه الفرنسيه وذكروا منها ليلى سليماني. ما عرفتش واش عندك شي فكره عليها؟ طلعتي بالنسبه للغه الفرنسيه انا ما كنقراش باللغه الفرنسيه صراحه، كنقرا بالانجليزيه وبالعربيه. الفرنسيه انا المستوى ديالي يعني تقدر تقول مستوى متوسط، ماشي مستوى جيد او ممتاز. ما كنقراش بالفرنسيه. يقدروا يكونوا كتب اذا قولوا لنا الاسماء ديالهم نقدر نقلب على الترجمه ديالهم بالعربيه ولا بالانجليزيه اذا كانت، اما بالفرنسيه ما كنقراش. انا كنشوف رانيا ربما قبل المرور للمتسائل الثاني انه ربما حتى فاش ولا النت اكثر يعني منح العديد من المفكرين او من الحدثيين انهم يتواجدوا كصوت وكصوره، وهذا اللي كنظن قلل من الكتابات من هذا النوع، ولاو اكثر يعني كيتواجدوا في جمعيات، كيتواجدوا في فعاليات، في فيديوهات، وكنظن هذا نقص من السبب ديال الكتابه. كذلك الكتب مثلا الكتابات النسائيه كتحتاج واحد الجهد كبير، يعني كتحتاج واحد الجهد، كتحتاج دراسه. يعني ما تقدرش مثلا انك تجي وتكتب واحد الكتاب بدون بحث وبدون يعني اطلاع. دونك ضروري تكون عندك واحد الاطلاع كبير بعدا على الكتابات النسائيه وتحدد واحد الموضوع اللي غتبحث فيه. وهذا الشيء كنظن كيعملوه اولا الناس اللي مختصين اكثر انهم يكتبوا هذه الكتابات هما اللي قارين علم الاجتماع. الناس اللي قارين علم الاجتماع كيكونوا ضروري واحد دراسات يعني عن قرب. هذوك الناس كيكونوا اكثر حظوظا انهم يكتبوا لنا بعض الكتابات اللي كتعالج مشاكل اللي كتعاني من المراه في المجتمع المغربي واللي كتبين المعاناه ديال المراه. لانني بالنسبه لي ما كيعجبنيش انني نقرا كتاب في غير هضره، في غير اراء شخصيه. لا، كيعجبني نقرا كتاب فيه دراسات، فيه ابحاث، فيه بحال الكتب ديال فاطمه المرنيسي ولا نوال السعداوي. غالبا كتلقى فيهم قصص ديال النساء اللي جاو عندهم او دراسات او ابحاث، شي حاجه اللي واقعيه ماشي غير اراء شخصيه ديال الكاتبه. جميل جدا. ننتقلوا لواحد الصوت معنا، صوت نسائي. تغبالوت صديقتنا عندها لك واحد التساؤل. تفضلي يا تغبالوت. شكرا ومرحبا بك رانيا.
مرحبا بك عندنا في الغرفة، وكنتمنى لك النجاح والتوفيق في الدراسة ديالك، وشكرا بزاف على هذا الشيء اللي كديريه، لان انا من الناس اللي مطالعين على القناه ديالك، واللي عزيز عليا ديك اللقاءات اللي كديري، وغالبا كنشوفهم. اذا وكنقول بان مزيان يكون عندنا بحال هاد الشباب بحال هادو اللي يقدروا يكون ربما يكون عندهم واحد التأثير على الأقل في واحد الوقت محتاجين نسمعوا أصوات بحال هكايا اللي كتكلم مع الشباب. غادي ندوز للسؤال ديالي. في المداخلة ديالك قبيلة هضرتي على أن المرأة كتخاف هي ضد هذا المراجعة ديال هذا القانون اللي هضرتوا عليه، لأنها كتخاف أنها ما تتزوج. واش ما كتشوفيش بأن هذا واحد شيء طبيعي أنها تكون عندها هاد التخوفات وحنا في المجتمع حنا عارفينه أن المرأة مازال ما تأهلتش، مازال ماشي مؤهلة، فغالبا محرومة من المدرسة، وحتى منين كتدرس ربما الحظوظ ديالها في الخدمة كيكونوا أقل. إذن واش بالنسبة لك واش ما كايناش واحد لا ليجيتيميتي، واش ما كاينش واحد حاجة اللي هي زعما طبيعية أن هذه المرأة المغربية اليوم تخاف، خصوصا أنها كتعيش واحد الهشاشة من الناحية القانونية، أنها تخاف أنها ما تزوج. وعندي شي سؤال واحد آخر إلا كان ممكن نعاود نطرحه من بعد. شكرا. أوكي، شكرا تغبالي. شكرا. بالنسبة إذا بغينا نهضروا مثلا على شي حاجه طبيعيه، دونك خصها تكون ماشي غير في المراه المغربيه، خصها تكون في النساء ديال العالم كاملين. المراه المغربيه بالرغم من ان احنا عارفين القوانين هشه ولا تخدم مصلحه المراه بتاتا، والمراه ديما سواء الدين سواء العرف ديما كيفرض عليها ولا كيحتم عليها انها تزوج في واحد السن معينه، تعمل الاطفال في سن معينه، انها تبني واحد الاسره في سن معينه، أن هذا بالنسبة لي ماشي سبب كافي لأن المرأة تخاف أنها ما تزوج. وإذا كانت شي حاجة اللي طبيعية عند المغربيات كاملين، ما غنلقاوش بأن كاين فئة ديال النساء المغربيات منهم أنا ما كنخافوش أننا ما نتزوجوش. يمكن أنني نخاف أنني ما نكملش قرايتي، أنني ما نوصلش لهذاك المنصب اللي باغا، أنني ما نحققش أحلامي وأهدافي، ولكن بالنسبة للزواج أنا كتجيني واحد الحاجة اللي سواء كانت ولا ما كانتش ما غيكونش واحد الفرق كبير. يعني هي فقط تقدر تكمل لك مثلا واحد الحاجة معينة، ولا تقدر تدوز لواحد المرحلة أخرى. بحال مثلا كتعرف على مجموعة من الأشخاص اللي مثلا ماشي بلا بهم ما غتعيشي، ولكن هما كيضيفوا لك بعض الأشياء الجميلة في حياتك. إذا هذا ماشي سبب كافي بأن المرأة تخاف بأنها ما تزوجش، لأن زوجتي ولا ما زوجتيش راه نفس الشيء، وما غنموتوش أو ما غتموتش المرأة المغربية إذا ما زوجتش. أهم حاجة أنا بالنسبة لي اللي خصها يقتنعوا بها جميع النساء المغربيات، وما تبقاش غير واحد الفئة صغيرة اللي مقتنعة بها، هو أن المرأة خصها تقرأ، تبني مسيرتها الدراسيه، مسيرتها المهنيه، تخاف وتبكي الدم اذا ما كانش عندها صالير ديالها وما كانش عندها شواهد ديالها اللي غيخدموا عليها فيما بعد. هذاك الشيء اللي خصها تخاف ان واحد الشخص اللي كان مثلا كيعطيك فلوس ملي غيموت منين غتجيب نتينا الفلوس وانتينا ما قاريه ما خدامه ما حتى شي حاجه. اما من الناحيه ديال الزواج كان ولا ما كانش، ما كاينش واحد الفرق كبير. وهذا الشيء اللي خص المراه المغربيه ولا كاع النساء المغربيات انهم يفهموه ويستوعبوه، وما يبقاوش ماشيين مع الموجه اللي باغي المجتمع انهم يمشيو فيها. هذه النقطه هذه غادي ترجعنا اللي كيف ما تكلمنا على الاراده السياسيه. يعني لحد الان حنا في المغرب راه باقي ما عندناش ما يسمى بالتعليم الاجباري، يعني باقي الهدر المدرسي بشكل كبير. نعم. وخصوصا فيما يخص النساء في القرى وحتى في الوسط الحضري
كنشوفوا انه مجموعه ديال الاباء ومجموعه النساء او الفتيات اللي كيختاروا انك تقول لك انا يا ماشي بالضروره انا غادي نتزوج غدا ولا بعد غدا. وحتى في النساء اللي بغاو يكملوا المسيره الدراسيه كنلقاو ان ما كايناش واحد المساعده من الدوله. كتشوفي انه بعض المناطق فيها ما يسمى بدار الطالبات، وجد يعني الا كنتي شفتي ولا مشيتي كنظن راه كيعرفوني الاخوان في قناه الطرا رانيا اننا كنا كنتحركوا بالجمعيه بزاف وشفنا دار الطالبات في وضعيه مزريه جدا. يعني ما كاينش هذاك الاهتمام، وهذا من الاشياء اللي كدير لنا الهدر المنطقه الدراسي بالنسبه للنساء. دونك ما يمكن ليناش نقولوا ان هذه المراه المغربيه خصك ما تطالبيش بالزواج وخصك تقراي وخصك تخدمي الا ما كانش واحد التشجيع من المنظومه او من الاراده السياسيه. إذا تسنينا سنة أننا دائما تشجعنا واحد المنظومة سياسية ولا منظومة مجتمعية، ما عمرنا نعدلوا شي حاجة. ديما غنبقاو أننا كنستنى واحد الشخص يشجعنا ولا قانون يشجعنا ولا مجتمع يشجعنا. بالرغم من هذا التشجيع اللي نورمالمون خصو يكون، لكن المرأة خصت. احنا كنشوفوا مثلا، أنا بعدا شخصيا كنشوف مجموعة من النساء وتقدر تقول أغلبية النساء يعني مزوجة ولكن في واحد الحالة مزرية، يعني راجلة مستعبدة ما قدراش أنها تعيش واحد الحياة اللي بسيطة اللي حرة في حياتها، ديما معتمدة على واحد الشخص معين أنه يعطيها فلوس ديال الكوافورة ديال الحوايج، إذا ما عطاهاش تبقى تما كتاكل الدق، كيتمارس عليها العنف بشتى أنواعه وكتصبر. علاش هاد المرأة كتصبر؟ لأنها ما عندهاش علاش تولي، ما عندهاش واحد الخدمة ولا ما عندهاش شهادة اللي غتخدم عليها. كتقول لك أنا ما نقدرش نرجع والدية حيت أنا والدية مساكن حالتهم ضعيفة، الفقر وما إلى ذلك، دونك أنا ما نقدرش نرجع لهم نزيد نتقل عليهم بولادي. دونك أنا خليني أنا هنايا نصبر على الضق، نصبر على الإهانة، نصبر على خيانة الزوج، نصبر على الأزمة، نصبر على الفقر، نصبر على أي حاجة. المهم هذه القضية هذه فاش كنديروا مقارنة الوضع الحالي، شوفي التغيير اللي وقع من بعد ما الأحزاب الدينية يعني دخلات للساحة السياسية. شوفي العدد النساء اللي مزيان انضم، ومع انه هذا النوع النساء ماشي هو اللي محتاجين حنا. دونك تم تمرير ما ربما اسميه بمناظر وافكار سامه للمجتمع المغربي عن طريق النساء. وهاد النساء اللي مروهم هاد الاحزاب السياسيه اللي في الساحه، اللي كنظن انه سيكون اخر ظهور اليوميه هذه السنه هذه، راه ولا رانيا كيدوزوا مجموعه الافكار انت شفتي، وكنظن متابعه ماذا يحصل متواجدين وهما كيزيدوا ما نسميو يضيقون الخناق اكثر على النساء العاديات، اما عن طريق افكارهن او عن طريق دوك الجماعات اللي كيتجمعوا مع النساء وكتكلم. وهي شفتي هذيك شنو سميتها ماء العينين، راه كنتي كتشوفي الافكار اللي كانت كدوز، ومن بعد مع الرمضاني تبدلات. شفتي ديك الاخت ديال فاطمه نسيت اسمها اعتذر، والعديد منهم اللي ولاو كيدوزوا مجموعه ديال الافكار النساء ويقتاد بهن في المجتمع المغربي للاسف. دونك هنا كنشوفوا ان الاراده السياسيه لها دور كبير، يعني في اما كتوجه المجتمع او كتوجه المراه الى الافضل او كتجرها الى القاع. هاد النساء للاسف هما نساء بواحد العقليه ذكوريه، اغلبيتهم كتلقاهم كتشوف غير المصلحه ديالها الخاصه، يعني ما سوقاش ان المراه مثلا تقرا ولا تخدم ولا توصل لاي حاجه. المهم ولكن انا افضل اسمى بعقليه اسلامويه اكثر ما هي ذكوريه. ذكوريه اسلامويه بجوج باش نبقاو جوجين على خاطرنا. جميل. للأسف أنا نوع من النساء كما قلتي هما اللي كيكونوا في الواجهة،
هما اللي كيكونوا هما اللي كيسمعوا لهم الناس، هما اللي كيتاثروا بهم الناس، هما اللي كيمارسوا واحد التاثير كبير على المجتمع وعلى النساء للاسف. ولكن المراه المتنوره والمراه التنويريه خص لابد انها يعني تقوم باكثر من جهد ديالها باش تحيد هاد النساء من هذاك المنصب ديالهم، وانهم ياثروا على المجتمع بواحد التاثير سلبي اللي لا يخدم مصلحه المراه، وهي اللي تكون في عطا ما تكونش هذيك المراه. وي للأسف لأن ما دامت أو ما دمنا متواجدات هذا النوع من النساء، وإلا ستترسخ العقلية الذكورية الإسلاموية أكثر وستجرنا إلى القاع. بدل كانت تتمنى وراء رانيا ما كتفكريش دوزي السياسة رانيا، ما عندكش شي فكرة. نديروا اليد في اليد ندوزوا السياسة، نشطبوا شوية نشطبوا شوية القاع اللي الدعابة فقط. أنا وي بغيت الغد مع رانيا. وي شكرا. لا رانيا مرحبا بك، استمتعنا بوجودك معنا فريمون. لذلك شكرا على قبول الدعوة، أمتعتينا واستمتعنا باستماعك. عندي سؤال، أنت كامرأة وكصانعة محتوى تنتي من بين النساء اللواتي كيتصنتوا لهم نساء آخرين وكيتصنتوا لهم رجال وشباب وناس اللي تيقراو من خلال القناة ديالك، واش ما تظنيش في هذا النوع ديال اللقاءات حتى انت راه عندك مسؤولية؟ واش ما تظنيش ان الهضره اللي تخرج من فمك حتى هي مسؤوليه؟ يعني ان كل كلمه خصها توزن، وان راه ماشي سهل انك تكون في الواجهه كامراه، سورتو كامراه متنوره، كامراه عندها فكر، كامراه بغات توصل لحاجه اخرى من غير زعما ليماج او الصوره ديال المراه اللي كنعتادوها في المغرب. واش دونك الشق الاول ديال السؤال، واش انت حاسه بهذه المسؤوليه؟ والشق الثاني من السؤال هو شنو فينالمون شنو انت باغا ديريه، شنو المشروع من غير الدكتوراه؟ سمعناك وبغيتي ديري استاذه في مقررات الاديان ان شاء الله، ولكن المشروع الاكبر من هذا شنو هو بالنسبه لك؟ شكرا رانيا. شكرا على الأسئلة. بالنسبة للسؤال الأول، بطبيعة الحال أنا كنحس بواحد المسؤولية، وكنظن اي شخص اللي كيقدم واحد المحتوى بحال هيدا خصو يحس بواحد المسؤوليه كبيره لديك الافكار اللي كيقولوا، ولاي حاجه كيحاول انه ياثر بها على ناس اخرين، او انهم يبدلهم بعض الافكار ولا بعض الاراء اللي هي لا تخدم مصلحه المجتمع او لا المراه. انا كنحاول ما امكن انني كما قلتي انني نوزن الهضره ديالي ونقول هذاك الشيء اللي خصو يتقال مع الحذر بعض الشيء، لاننا في واحد المجتمع للاسف خصو غير ما يشبرك. لكن المسؤوليه كتبقى قائمه، وكيبقى واحد الهم انك عندك واحد الهم كبير اللي كيأرقك، اللي علاش المجتمع ديالنا ما يكونش واحد النهار في واحد المرتبه اللي مجتمع متنور، مجتمع اللي يحترم الناس برغم اختلافاتهم، لا في الدين لا في الجنس لا في اي حاجه. يعني دائما حنا كنتمنى، واي شخص كيعمل بحال هذا المحتوى كيتمنى انه يشوف المجتمع ديالو في احسن يعني الاماكن واحسن المناصب. وبالنسبه للشطر الثاني هو أبطر يعني الدراسة ديالي والعمل وما إلى ذلك، كنفكر يعني مستقبلا إن شاء الله أنني نطور بالحوارات أكثر، ونجيب الأشخاص أو الشخصيات اللي نستافدوا منهم إحنا أكثر، ولا غيأثروا علينا بواحد التأثير إيجابي. كذلك كنفكر أنني غنفتح مجموعة من السلسلات، لا في مقارنة الأديان لا في الفكر لا في الفلسفة، ونحاول أنني نهضر على بعض المواضيع المتعلقة
بهاد المجالات ومبسطة باش يفهمها جميع الأشخاص. أي واحد شاف الفيديو يقدر يفهمها بواحد السهولة. وكنتمنى أن هاد الأفكار اللي باغية أنني نعملها في القناة يكون عندها واحد تأثير إيجابي ولو على واحد الفئة معينة من الناس، ماشي على كل شيء. وفي نفس الوقت كنفكر أنني أنا بصدد أنني كنكتب واحد رواية باقي ما كملتهاش، ولكن من مور هاد الرواية باغا أنني نكتب مجموعة من الكتب لا في المجال النسائي لا في وضعية المرأة في المجتمع لا في مجموعة من الأشياء التي تمس المجتمع ديالنا. لكن هاد الكتوبة خص تكون عن دراسة وبحث كبير باش نقدم شي حاجة اللي غتفيد هذاك القارئ اللي غيقراها، ما غتكونش حبر على ورق فقط. جميل جدا رانيا وموفقة في مسيرتك. كنظن غادي ناخذ جوج ديال الأسئلة الإخوان ونكتفي بهذا القدر كي لا نتعب ضيفتنا، وغتوعدينا أنك غتطلع علينا مرة أخرى باش ما تحسيش بالملل. غندوزو حس وسلك. تفضل حس، تفضل عندك شي تساؤل خفيف. وي غادي نتبع حيت واقيلا اللي خاص لك واحد المحاضرة تفضل. غير الأخت رانيا صراحة هاد النقاش ديالك شيق، وما نظنش ان شي واحد من هاد اللادينيين ولا الملحدين ولا العلمانيين غادي يكون مختلف مع النقاش ديالك، حيت غادي في نفس يعني لوبجيكتيف تاعنا كاملين. انا غير المشكله رجع السؤال ديال الاخت سنه، وهو المشكل خاصنا اراده سياسيه باش نقدروا نبدلوا لي شوز. الفوا واحد الاراده سياسيه. المشكل نعطيك انا فهمتي زعما في المغرب انا كيبان لي كاكا فهمتي ما يمكنش كاع ناخذوا كاع اللي ديال المجتمع الاسلامي نطبقوه مع المغرب، ولكن كمغرب تيبان لي الاراده السياسيه اللي كانت تجربات شحال من مره. نقول لك مثلا يعني هذا النقاش اللي كتقولي انت راه ماشي جداد، دونك هذا الانفتاح وكل شيء ماشي جديد على المغرب. هذه الاراء اللي كنقول اللي كتقولي دابا ماشي جداد. نقدر نعطيك مثلا الافكار تاع الفاسي تاع مختار السوسي بوشعيب بالي كانوا جاوا بهذه الافكار واحد الوقيته. ونقدر نقول لك ثاني كاين حتى سعيد السعدي في 1990 اللي كان جاب ديك ادماج المراه والتنميه اللي كان المهم جاب ديك المدونه ديال الاحوال الشخصيه اللي من بعد تطورات المدونات الاسره اللي كان في واحد الوقت كلشي ما بغاهاش. يعني دوك الاصوليين ممكن الاسلاميين اللي كانوا تساؤل ندوزو التساؤل نو غادي الاولى غادي نسولها ندوزو التساؤل غير كنبني باش كنبني التساؤل تاعي. دونك المشكل تاعنا هنايا هو كاين عندنا واحد البيئه باش ان السؤال تاعي كمثلا نتوما مازال انت باقي صغيره علينا، واش ما يمكنش ندفعوا بواحد التغيير سياسي اللي يقدر يكون اما باش اننا نقولوا راه خصنا نموي المجتمع راه 1400 سنه وحنا كنتناقشوا بهذا الشيء كينوض واحد من شكرا الفكره وصلت. يلا اسمح لي اختي سنه واخا يلا شكرا. الموضوع ديال الاراده السياسيه كنظن تكلمنا عليه مع رانيا بجوج ديال يعني الشاطر الاول والشاطر الثاني تكلمنا على الاراده السياسيه في التغيير، وتكلمنا ايضا في الاراده السياسيه في دخول النساء الى الحزب. كنظن رانيا ياكي هذا هو التساؤل. بالفعل هو هدر على الإرادة السياسية، قال بأن السياسة أو هي دفعنا أكثر بأننا نبدلوا شنو واقع في المجتمع وأننا نناقشوا هذه المواضيع دائما ماشي كافي. كنتفق معك الأخ، ضروري من هذا التعاون السياسي والمنظومة السياسية خصها تدعم، لكن إذا كانت هذه المنظومة السياسية لا تدعم شنو غنعملوا؟ واش غنبقاو جالسين غير ساكتين اللهم نهضروا ونناقشوا عسى أن يكون هناك تغيير؟ تماما. وهذا الشيء اللي كان نمارسوه تقريبا يوميا، كل واحد من جهته كنحاولوا كل واحد من مكانه الى ان يحن القدر وتتغير المنظومه السياسيه. نمروا الى سلك الى عنده شي تساؤل. شكرا سناء. الاخت رانيا شكرا على تلبيه الدعوه.
شكرا على تلبيه الدعوه وشكرا على الوقت اللي عطيتينا. احنا زعما فرحانين انك كنشوفوا واحد لا جينيراسيون اللي طالعه اللي كتقاتل من وسط المنظومه. سؤالي في شقين بعجاله، واش كتظني بانك بوحدك كتحاولي تخرجي من عنق الزجاجه ولا معاك واحد بحال نقولوا واحد التوجه نسائي غادي معاك في نفس غير ما كيتشافش؟ الشق الثاني، واش كتظني بان المؤسسه الملكيه كتوجه هذا باخذ بعين الاعتبار بان شفنا من قبل واحد سميتو محاوله ديال المؤسسه الملكيه فين كتدخل واحد زعما مواجهه فرونتال، مواجهه زعما ديريكت مع المؤسسه الدينيه باش توبليجي التغيير. واش كتشوفوا راسكم بانكم زعما المؤسسه الملكيه كتشجعكم في التوجه، مع العلم بان الملك بعض المرات كيبان بانه بروغريسيف، فهمتيني، غادي في باغي يبدل التوجه لواحد الانفتاح. وميرسي بيان عليك. شكرا الأخ. بالنسبة للشق الأول، إذا قصدتي هو أنني واش في المحيط ديالي أنا بوحدي أو معايا واحد الجماعة معينة اللي ماشيين في نفس الطريق، غنقول لك بأنني بوحدي. أنا تقدر تقول بأن أنا المرأة الوحيدة في لونطوغاج ديالي اللي كنفكر بهذه الطريقة واللي باغا نمشي في واحد التيار معين اللي راسماه، لأنني مثلا نحاول أنني نبدل مجموعة من الأفكار ديال الناس، أنني نحسن مثلا الوضعية ديال المرأة، وهذا كيظهر في مجموعة من النقاشات اللي كنخوضهم يوميا مع نساء أو مع فتيات اللي كنحاول أنني نفتح لهم دماغهم ونقنعهم بأن نتينا كامرأة في المجتمع ديالنا عندك حقوق معينة خصك تناضل عليها، خصك يكون عندك حرية الاختيار، خصك ما يختار لك حتى شي واحد، والديك ولا أي واحد آخر. ما تقولش بأن والديا كيعرفوا مصلحة ديالي أكثر مني، لا، حتى واحد ما كيعرف مصلحتك أكثر منك نتينا. إذا كنتي كتقصد بأن يعني مثلا في المغرب كامل واش كاين مجموعة معينة ديال النساء اللي ماشية في هاد التيار، نقول لك بأن نعم كاين مجموعة بين، أنا ماشي الوحيدة، مجموعة بين ديال النساء، لا في هاد اللقاءات، لا في فيديوهات، لا في نقاشات يومية، لا في كتابات، لا في مواقع التواصل الاجتماعي، كنحاولوا ما أمكن أننا نبدلوا الأفكار ديال الناس، كثر هذوك الأفكار اللي تميل إلى التعصب والتشدد، ودوك الأفكار اللي كنحاولوا أننا نتجردوا منها، لأن ماتت وديك الأفكار قديمة، ما بقاش مسيرة للعصر. بالنسبة للسؤال أو الشق الثاني من السؤال، قلتي لي بلاتي نتفكر حيت نسيت. واش كتشوفي بان المؤسسة الملكية السؤال عفاك فوالا، واش كتشوفي احنا شفنا بحال في مدونة الأوطار بحال دابا وقع ان اوفر ديال الملك اللي دار الاوفر رايد على المؤسسه الدينيه باش يدوز هذاك التغيير. واش كتظني بانه زعما كتشوفوا نتوما بان المؤسسه الملكيه داخل الوطن زعما مسانداك انتيا ومسانده الناس بحالك في هذا التوجه؟ أنا كيجيني في رأيي الشخصي كيجيني أن محمد السادس هو أكثر انفتاحا من الملوك اللي دازوا في المغرب. أنا كيجيني محمد السادس واحد الشخص اللي منفتح، اللي شخص ماشي لا يميل إلى التعصب ولا التشدد، وهذا كان كيبان في مجموعة من القرارات كيف ما قلتي، وأنه كيحاول ما أمكن أنه ما يخليش هذاك الطغيان ديال التعصب، الطغيان ديال الارهاب على المغرب. والدليل على ان اي محاوله مثلا ديال الارهاب غيكون ولا شي تشدد ولا شي شخص طلع مثلا في منبر معين بقى كيحرض على الارهاب ولا على قتل غير المسلم ولا هذه، كيتشد في الحبس، كيغبروه او لا كيقوموا مثلا بالسجن ديالو. غير كنشوف ان الملك ماشي في واحد الطريق ديال التقدم، ولكن خصو يزيد
من هذه الوتيره، يسرع الوتيره اكثر، ويحاول انه ما امكن هذه القوانين اللي عندنا اللي ما كتخدمش مصلحه المراه ولا اللي كتتحكم في حريه الاختيار سواء ديال الرجل سواء ديال المراه تبدل. وكما قال واحد الاخ قبيلاتي بان قال لي ان صعيب للدوله او للسلطه السياسيه انها توقف هذا القانون ديال 490 او لا تحيدو، حيت غترتب عليها انها تبيح الاجهاض وتبيح بزاف ديال الحاجات. كنظن ان السلطه السياسيه او الملك خصو يكون مستعد لهاد التغييرات اللي لازم انها توقع في المغرب ولازم انها تحصل، واخا يكون هناك معارضه من طرف الشعب، الا ان بزاف ديال الحاجات خصهم يتبدلوا. حنايا كان بطبيعه الحال كنتمناو ان الملك يمشي في هذا التيار اللي حنايا باغيين، لاننا في نهايه المطاف ما طالبين شي حاجه مستحيله، طالبين فقط ان نعيشوا في واحد السلام بدون دواعش بدون ارهاب بلا ما يتحكم فيك شي واحد. هذا الذي تسمح له الاراده السياسيه مستقبلا، وهذا الشيء واضح على ما نعيشه. سنختمها ترانيا بواحد السؤال من واحد المتمرده، امرأة متمردة تنتمي إلى التمرد وإلى الفكر النسوي اللي كنفتخروا بها معنا في الروم. لاغيرتا متواجدة. تفضلي نختموا بسؤالك. الو عندي الصوت؟ اوكي. اهلا رانيا. ما غاديش نطول عليك، مرحبا بك وكل شيء. دونك عندي سؤال. قلتي بأن عندك مشروع انك او مشاريع ديريهم في اطار النسويه وما الى ذلك. بغيت نعرف واش هذوك المشاريع غادي نخرطوا في نفس التيار ديال لا ريفورم ديال لا ريليجيون، بحال داكشي ديال الكهنه، ولا بحال داك النوع ديال قانون الناس اللي كيناهضوا القانون ديال 490، ولا اش من اتجاه غادي ديري بالضبط في هذوك المشاريع اللي كتنوي ديريهم في المستقبل؟ إلا قدرتي تجاوبيني. شكرا. شكرا للسؤال ديالك. بالنسبه للمشاريع اللي كتخص النسويه ولا كتخص مثلا كتابات نسائيه اللي كتهضر على المراه، كنطمح انني الكتوبه ديالي يكونوا مبنيين على دراسات معينه، وهذوك الدراسات اللي غنستخلص منهم الحلول اللي كنقترحها لتحسين وضعيه المراه المغربيه لا في اي مجال معين. يعني ما غيكونوش مثلا هذه الكتب عباره فقط عن اراء شخصيه او لا اعاده الكلام اللي تم قوله في بزاف ديال الكتب، ما غيكونوش كتب تعريفيه ديال النسويه وما الى ذلك، ولكن يكون كتاب او كتب متخصصه وكتدور حول المراه المغربيه، لان المراه المغربيه للاسف كتعاني واحد المعاناه كبيره، وما كنلقاوش كتب اللي كتهضر عليها او لا كتحاول انها تقترح حلول لتحسين وضعيه هذه المراه، وكتحاول انها تنادي بحقوق هذه المراه، ماشي غير في المقابلات وماشي غير شفهيا، لا حتى كتابيا. لان ملي كتكتب مثلا كتاب اللي كتبين فيه واحد الحقيقه معينه ولا حقائق معينه، هذاك الكتاب يقدر مثلا يترجم لعده لغات، يقدر يوصل لجهات معينه، يقدر يقراوه ناس اللي ماشي مغاربه بتاتا، سو كيكون واحد التغيير جذري اعتقد. وهذا الشيء اللي كنطمح له انني نعدلو، ما يكونوش فقط اراء شخصيه ولا حبر على ورق. شكرا رانيا. كنتمنى نتمنى لك التوفيق ونحن سنكون لك سندا اكيد، سواء انا بعدا كنت كنتكلم على نفسي، سواء من خلال البالتوك او من موقعي في الخاص. سيكون لنا لقاءات عديده. واحد الطلب اللي طلبوه مني مجموعه ديال الاصدقاء في الخاص، واش ممكن توعدينا بواحد انك تشرفينا واخا غير مره في الشهر على القناه، على الغرفه ديالنا، وانك معنا الا كان ممكن. جودي تقول لك مره في الاسبوع الا ممكن انك مره ديري لنا واحد الا كان عندك وقت تناقشينا في شي كتاب، شي فكره اخيره نتمنى الا كان ممكن.
أنا نكون أكثر سعيدة صراحة أنني نهضر معكم وأنكم تسمعوا لي وتستافدوا من أي حاجة كنقولها. ما عنديش مشكل أنني نتبقاو مثلا تستضيفوني مرة في الشهر ولا مرة في 2 سيمانات، نهضر مثلا على كتاب معين، ناقش كتاب معين، نهضر في شي موضوع معين، وتكون إن شاء الله الاستفادة حاضرة، وكذلك يكون يعني الاستفادة مخلطة مع شوية ديال الاستمتاع، ما تكونش هذيك الهضرة الروتينية بحال اللي كنلقي عليكم محاضرة. وي وهذا ما يعجبنا فيك، هي سلاستك والدردشه معك في الحقيقه. الواحد ما تيتخاش بها، كانت دردشه فيها استفاده وفيها متعه. كنشكرك رانيا بزاف وتشكروك الاخوان اللي في الروم. سعيدين بك، واكيد